ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون كله فضفضة ورغي. وهيكون اكيد طويل. آه فانا هكتب في الديسكريبشن بوكس كل كلمة انا قلتها في الفيديو ده، هكتبها في الديسكريبشن بوكس علشان الناس اللي بتفتح من باقة، اكيد الباقة هتخلص كلها على الفيديو ده. ف هكتب كل حاجة تحت، او لو حد حتى زهق من الرغي الكتير يعني، فهوصل الفكرة. تحت الفيديو هتلاقوا الكلام مكتوب، كل كلمة انا قلتها علشان برضو تقدروا تبقوا متابعين انا قلت ايه يعني. آم، ابني عيان، معلش هتسمعوا صوت كحته كتير معانا بقى في الفيديو ده. المهم انا النهارده هتكلم معاكم عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي ما بقتش تواصل اجتماعي ولا حاجة. بقت كلها حاجات سلبية، بناخد منها طاقة سلبية. فيها بعد، ما فيهاش اي تواصل. كلنا بقينا قاعدين حاطين وشنا في الموبايل، خارجين بقى رايحين زيارات، اي حتى قاعدين في البيت، اي حاجة احنا مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي دي في ان احنا مش قاعدين مع بعض. انا هتكلم تحديدا على فيسبوك. انا ما بحبش تويتر قوي، فما بستخدموش تقريبا خالص، ما بستخدموش. فانا هتكلم على فيسبوك والسلبيات اللي انا بشوفها منه. هو اكيد في حاجات طبعا ايجابية، لكن السلبيات عمالة بتتزايد. فحبيت ان انا اعمل الفيديو ده نراجع نفسنا تاني كده واوصل وجهة نظري. وعايزة اقول في الاول، اسمه فيسبوك كلمة واحدة، مش فيس وبوك لوحدها، هي فيسبوك. ويعني بتتقال على بعضها فيسبوك مش فيس. والواتساب اسمه واتساب مش واتس. ده للتوضيح يعني. انا هتكلم النهاردة عن كمية الطاقة السلبية اللي بقت بتجيلنا من فيسبوك. زمان لما فيسبوك نزل كان فكرته حلوة وحاجة ترفيهية وحاجة اجتماعية لطيفة، بتلم شملنا كلنا مع بعض. أصحابنا اللي من الطفولة اللي كانوا معانا سواء في المدرسة وبقوا سافروا أو كده، أصحابنا في الكلية، قرايبنا، كنا بنقدر نتواصل بشكل كويس وبنشارك أحداثنا السعيدة وأحداثنا حتى الحزينة أو الوحشة يعني مع بعض. كنا بنلعب ألعاب. كان في حاجة اسمها فيش فيل كده، كنت دايما بلعبها. كان في حاجات بقى زي كاندي كراش والحاجات دي. كاندي كراش دي حديثة يعني، قبل كده كان في حاجات شبهها. كمان كنا بنعمل زي اختبارات كده. شكلك بعد 50 سنة هيبقى عامل ازاي، انت شبه مين من المشاهير، هتتجوز مين، حاجات شبه كده، مجرد ألعاب يعني. فكان بنقضي وقت لطيف وفعلا في ترفيه على فيسبوك. إلى أن جت ثورة يناير. أنا مش بتكلم من ناحية سياسية، أنا بتكلم على فيسبوك بس، أنا بربط بالحدث بتاع 25 يناير. لما ثورة 25 يناير جت، الموضوع تحول لأننا كلنا بقينا سياسيين، وكلنا بنتكلم في السياسة بشكل مفصل قوي ومتخصص جدا، وكأننا كلنا خريجين سياسة واقتصاد، وكلنا دارسين بقى الكلام اللي احنا عمالين نقوله ده. والناس بقت بتخسر بعض وبتتخانق وبتعمل بلوك لبعض، وبيخسروا بعض حتى في الحقيقة، مش مجرد على فيسبوك وخلاص. بصرف النظر عن ان هم قرايب، بصرف النظر عن ان هم 10 سنين كتير قوي، خسروا بعض وما بقوش يتكلموا بسبب السياسة اللي هم محدش فيهم فاهم اصلا في السياسة، لا ده فاهم ولا ده فاهم، بس هم كل حكاية ان كل واحد بيقول رأيه. وبما اننا ما عندناش ثقافة الاختلاف، ف يانا يا انت، يعني لازم انا اطلع صح وطلعك انت غلط.
عشان اثبت لنفسي ان انا صح. عندناش ثقافة اختلاف، ما كل واحد يقول رأيه. انت شايف ان هو الصح كذا، اوكي، مش ضروري ان التاني يطلع غلط ومستخبيينه طول الوقت وهو مش فاهم حاجة وانت اللي فاهم. كل واحد بيقول الصح من وجهة نظره هو، او هو شايف ايه، او هو. في ناس مصممة تشوف السلبيات بس، تقول لا طيب ده في كذا كويس حصل، لكن لا لا لا، ده بيضحكوا علينا. ده انت اصلك شايف الدنيا مش فاهم حاجة، يعني لازم تطلع مش فاهم حاجة، لكن هو اللي فاهم ومقتنع ومتشبث جدا بوجهة النظر بتاعته. حلو ان كل واحد يبقى ليه وجهة نظر ومتمسك بيها، بس ما افرضهاش عليك واخسرك علشانها، لا. ده بالنسبة للجزء ده. بالنسبة لماتشات الكورة ومشجعين الكورة، زمان وانا صغيرة كان دايما بسمع كلمة خلي عندك روح رياضية. ان الروح الرياضية دي انه بيبقى فيه فريقين بيلعبوا، اكيد فيهم حد هيكسب وحد هيخسر، ما هو اكيد مش الاتنين يعني هيكسبوا الماتش، في حد، او اي رياضة فيها مكسب وخسارة، ففريق هيكسب وفريق هيخسر. كان دايما بقى في نهاية الماتش بيسلموا على بعض وانه يعني خلاص، ولو حد لعب حلو يقولوا برافو انتوا لعبتوا كويس. او دلوقتي لا، الناس بقت الماتش يخلص من هنا تلاقي بهدلة وتهزيق وتريقة بشكل مبالغ فيه، وتحقير وتقليل من الفرقة التانية اللي بتلعب. عايزة اقول بس ملحوظة، انا ماليش في الكورة خالص وما بفهمش فيها، وما بتكلمش من ناحية مين بيلعب حلو ومين بيلعب وحش، انا ما يخصنيش. انا وحتى لو حد بيلعب وحش مش المفروض ان انا هزقه كل التهزيق ده. وبعدين انا في حاجة انا ما بهزقش الموضوع، ما بقاش بقى انه هو بيقلل من الفريق وبس، ده بتقلل من كمان اصحابك اللي بيشجعوا الفريق ده، بتقلل من قرايبك. فانت بتغلط في قرايبك واصحابك، وممكن يكون اخو واحدة زميلتك ولا جوزها ولا بتاع، انت بتغلط فيه بدون ما تحس ان انت شايف ان انت بتهزر. وان الموضوع بقى افيه بيطلع وتك تك تك شير 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 شير، تلاقي ان الفيسبوك كله مليان التعليق ده او البوست ده، بيلف كده الفيسبوك كله والناس عمالة بتتعامل بيه وهي سعيدة قوي والمفروض ان دي حاجة تضحك. يعني انا بشوف طول عمرنا دمنا خفيف وبنحب الضحك والهزار وبنعمل نكت على، حتى بنلاقيش حاجة نتريق عليها بنتريق على نفسنا، بس لما يبقى الموضوع كده بشكل مبالغ فيه ان احنا عمالين نغلط في حد معين، انا بشوف انه دي حاجة ما يصحش ومش حاجة لطيفة ابدا يعني. وعلى فكرة في ناس موجودين عند بعض بس عاملين لبعض unfollow علشان محدش عايز يتابع حد، بس مكسوفين يشيلوكوا يعني، للأسف. فياريت الرياضة ترجع تاني رمز للروح الحلوة، يعني الروح الرياضية دي تبقى ترجع تاني بينا احنا، يعني لا انت اللي بتدرب الفريق ولا زميلك التاني اللي بيدرب فريقه اللي خسر ده. وحتى لو كده برضو ده ما يعبوش، يعني حتى لو هو بيلعب وحش ما يعبوش، يعني مفيش داعي تتريق او تخسر قرايبك واصحابك. وانا بقول انا ماليش في الكوره، بس بستفز من البوستات دي، بحس انه انتوا ليه بتهزقوا في بعض قوي كده، ليه بتسخروا وتقللوا من بعض قوي كده. اما بقى بالنسبه لبقيه البوستات، الناس اللي بتفضل تعمل شير طول الوقت لحاجات نكد وحاجات كئيبه وحاجات حزينه جدا طول الوقت، وانتوا ما بتفرحوش يعني خالص، ما فيش حاجة مثلا بتحصل عندكم حدث سعيد كده تشاركوه معانا، يعني ترقية حلوة، خروجة حلوة خرجتوها، ابنك نجح، بنتك مش عارفة تفوقت في فريق كذا مثلا. شاركوا معانا الحاجات الحلوة بدل ما كل حاجة سلبية بتجيبوا لنفسكوا طاقة سلبية فظيعة وبتنقلوها لنا احنا كمان. اما بقى عن الناس اللي بتعمل شير
طول الوقت لحاجات فيديوهات بصراحة انا مش عارفة ايه الهدف من، انا فعلا مش فاهمة ايه الهدف من ان حد يعمل شير لفيديو او صور كلها تعذيب، ذبح، قتل، حرق، بما فيهم اطفال بيحصل فيها كده، حاجات مؤسفة ومأساوية. انت قدرت تشوفها، غيرك ما يقدرش، لا يتحمل اعصابه ولا تتحمل، او ان انت يشوف البتاع ده. يعني نقول ما تفتحيهوش، بس ما انا يعني وانا بقلب كده في الفيسبوك ما انا شفته خلاص، او يعني لمحت الصورة. يعني انت بتشيره ليه؟ يعني هل مثلا اصحابك اللي عندك دول ليهم كلمة مسموعة في الدولة؟ ليهم كلمة مسموعة في مجلس الامن مثلا، في جامعة الدول العربية؟ فبالتالي لما انا هشوف ده فلان عمل شير للفيديو ده، فهروح اتكلم بكرة الصبح في القصة دي. انت بتشير معانا الفيديو ده ليه؟ تقطيع قلب ووجع قلب وحاجات، سواء من بره بلدنا او حتى لو حاجة في بلدنا، انت بتصدر لنا طاقة سلبية رهيبة بتقطع في قلبنا. وفي نقطة تانية انا مش عارفة هي غايبة عن الناس ولا انا اللي يعني شايفة المواضيع بشكل غلط، مش عارفة. في حاجة اسمها حرمة الميت، في حاجة اسمها حرمة الدم. ان انا ما ينفعش اشوف دم حد اقف اتفرج عليه كده واقعد وشوفوا الدم عامل ازاي وقتلوهم عملوهم. زمان كنت دايما يعني بشوف حتى في الافلام ولحد دلوقتي انه لما حد بيتوفى، سواء ربنا يحفظنا يعني في حادثة او يتوفى في البيت في مستشفى، كانوا دايما يغطوا وشه، جسمه ووشه يتغطى. حتى لو ربنا يحفظنا وطولة العمر ليكوا كلكوا في حادثة او حاجة بيغطوه بجرايد، علشان يعني خلاص ما يصحش نشوفه وهو ميت، وكمان مشاعر قرايبه او الناس اللي حواليه ما تتأذيش من المنظر وهو متوفي يعني. وطبعا حرام نشوف دم حد ونقعد نتفرج عليه كده. دلوقتي لا، بقى عادي ان احنا بنشير مع بعض، وانا مش فاهمة ايه الهدف بصراحة. يعني لما يبقى الفيديو ده معمول له شير على موقع اخباري او يجيبوه في الاخبار، اوكي، هو بيعرفونا ان حصل كذا، لكن انت عمال تشير 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 مع، يعني ليه تاخد انت طاقة سلبية وتنقلها لنا احنا كمان وتقطع في قلبنا؟ يا ريت نراعي حرمة الميت وحرمة الدم، وربنا يرحم امواتنا جميعا يعني. اما بقى عن الناس اللي تدخل تكتب حسبي الله ونعم الوكيل وبس، في مين ليه محدش فاهم حاجة، هو حسبي الله ونعم الوكيل وتسيبك وتخرج، وكل واحد عارف نفسه بقى، اللي على راسه بطحة يبقى عارف نفسه. وكمان في ناس بقى بتبقى بتحب السسبنس شوية، التشويق والإثارة كده، تدخل تكتب البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويخرجوا. فانت تبقى ايه، عايزه اعزي يعني. طب هو البقاء لله طبعا وانا لله وانا اليه راجعون، وربنا يصبركم، بس مين اللي توفى ما تبقاش فاهم يعني، حد قريب حد من بعيد. فنفضل نجري وراهم 20-30 تعليق لحد لما تكتشف مين بقى اخيرا يرد ولا ترد علينا، مين اللي توفى. يطلع ابن خالة عمة جارتها، او حتى لو حد قريبها. طب ما تكتبوا الموضوع حتى نعرف نعمل الواجب صح، نبقى عارفين حتى بنعزي في مين. يعني اللي خلاكوا قدرتوا تدخلوا تكتبوا البقاء لله في الظروف دي، كملوا بقى عشان الناس تعرف، ويبقى ده اعلان انه فلان توفى، فالناس تيجي تعزي في المكان المظبوط، تعزيكوا حتى، بس يبقى فاهمين يعني، مش ندخل بنكتب كده كأننا بنعمل اكلاشيه كده في حاجة وخلاص. طبعا غير الاشاعات اللي بتكون موجودة وتبقى مش عارف هي اصلها ايه، زي انه التطعيمات ما تطعموش الولاد علشان التطعيم فاسد وبايظ وممكن لا قدر الله يعمل وفاة.
السنة اللي فاتت كان في حاجة كده انا مش فاكرة هو كان تطعيم ايه، واتضربنا في الخلاط كلنا، لا ندي لا ما نديش التطعيم، وفي الاخر طلع ان كل دي اشاعات، وطول عمرنا عندنا اشاعات. بس الفيسبوك بقى بكبسة زر زي ما بيقولوا، او تاتش على شاشة موبايلك انت بتشير، فكله بيشير بدون تفكير، بدون وعي هم بيعملوا شير لايه، ولا متأكدين من صحة الحاجة اللي هم بيعملوا لها شير. والدليل على كده هتلاقي ناس بتعمل شير لحاجات قديمة اساسا من سنتين. يعني انا شفت بوست حد حطه على جروب انه في حملة تطعيم للأطفال، دي طلعت من السنة اللي فاتت من 2015. حد برضو حاطط، حد ربنا يحفظنا يعني متوفي، ربنا يرحمه ويرحم امواتنا جميعا، متوفي وبيسأل يا جماعة حد يعرفه ده عشان ما لقيناش معاه بطاقة او حاجة زي كده. ببص على تاريخ البوست اللي هو واخده وعامل له شير ده من 2014، يعني من سنتين. فده معناه ان احنا بنقعد نعمل شير واحنا مش واخدين بالنا، اللي هو بقت عادة كده، احنا قاعدين بنعمل شير، لا متأكدين من صحة خبر ولا عارفين صحة ومصدر المعلومة دي. الفيسبوك مش مصدر لمعلومات. الفيسبوك معمول حاجة اجتماعية ترفيهية. عايز تعرف خبر معين، في مواقع للجرايد الرسمية والجرايد الخاصة، ليهم صفحات على فيسبوك برضو. وزارة الصحة ليها موقع، الدكاترة عاملين لنفسهم صفحات، اختار الدكتور اللي انت بتثق فيه، بتثق في آرائه، خد منه المعلومة اللي انت عايز تاخدها. وهكذا في كل المجالات، تربية الأطفال، كل حاجة، موضة، فتاوي، كل حاجة ليها مكان متخصص ناخد منه المعلومة. كل حاجة بقت مسرطنة. السبانخ لو سخنتيها بعد ما تبرد بتبقى مسرطنة، امال اعمل فيها ايه السبانخ يعني لما تبرد؟ ارميها ولا اعملها ماسك ولا اعمل ايه؟ يطلع ان ده مفيش الكلام ده وملوش صحة، وان ده كان بحث معمول وطلع ان هو ملوش اساس من الصحة. وهكذا قيسوا على كده كل حاجة. ناقص يقولوا لنا الهواء اللي بنتنفسه مسرطن. طب مسرطن نعمل احنا ايه؟ نموت؟ يعني نتأكد من الحاجة قبل ما نعمل لها شير. حوادث السرقة والقتل والاغتصاب والخطف، طول عمر الحوادث دي موجودة، بس وزادت. انا مش بقول ان هي لا، هي زادت طبعا في الوقت ده نتيجة ظروف كتير قوي، لكن الفيسبوك خلينا بقينا مرعوبين نخرج من بيوتنا. يعني وماسكه ابني ده في ايدي كده، خايفه اخرج انا اتخطف، انزل ملاقيش عربيتي. يعني طول الوقت بقى الشير الهستيري ده بقى مخلي الواحد خايف من كل حاجة، ومحسسك ان الحاجات دي كتير جدا جدا جدا، بشكل اللي هو يعني كل دقيقة بيحصل حادثة قتل وخطف وسرقة. وطبعا اكيد في ناس بتاخد افكار من الحاجات دي، فبالتالي المواضيع عمالة بتزيد. انت تعمل شير لبوست فاي حد يقراه فيجي في دماغه ما انا حلو، ما الفكرة ماشية اهو، يجري يعملها هو كمان ويتفنن في طرق للسرقة والقتل والخطف وهكذا. كان في حادثة حد حاططها على التلات، شفتها على التلات جروبات، نفس تفاصيل الحادثة، هي بنفس البنت بنفس اللبس اللي كانت لابساه، بس مرة معمول انه في اسكندرية، ومرة معمول انه في القاهرة، ومرة معمول في محافظة تانية كده انا مش فاكرة هي ايه دلوقتي. فانا شايفة ان كل واحد يركز على حياته وعلى نفسه، ربي ولادنا كويس، نستمتع بحياتنا، نعمل حاجة مفيدة. ايه انتوا انجازاتكم اللي عملتوها اعملوا لها شير معانا، ما تعملوا لهاش شير بس استمتعوا بحياتكم وخليكوا ايجابيين شوية. بصوا للحاجات الحلوة، بلاش كل الحاجات الوحشة نجيبها نحطها كده قدام عينينا ونقعد نقول الدنيا وحشة. الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش، مش كله وحش. وعلى فكرة انا مش شايفة الدنيا وردي ولا حاجة، انا عادي، انا بزعل وبيجيلي اكتئاب وعندي مشاكل وبتخانق وبفرح وبزعل وكل حاجة، بس بحاول ان انا اتخطى ده واخرج، لان انا هعيش مرة واحدة، فبحاول ان انا اعيش كويس عشان اعرف اربي ابني، علشان
يعني الدنيا مش مستاهلة، مش مستاهلة. كفاية قطع علاقات، كفاية اهانات وتهزيق في بعض وسخرية من بعض طول الوقت لمجرد اختلافنا في الرأي. اعملوا بقى شير للحاجات الإيجابية شوية. يعني حتى مش لازم في السياسة خالص ولا في الرياضة، لا احنا رياضيين ولا سياسيين ولا متخصصين في الدين ولا في الطب. فخلينا نعمل حاجات ترفيهية شوية. والله جالك فلوس زيادة، مرتبك زاد، اترقيت، بنتك نجحت، ابنك تفوق في رياضة معينة، حطوا اغنية حلوة، دعاء حلو، نكتة، يعني حاجات كده شوية تبقى يعني ليها جانب مضيء شوية. انا عن نفسي بعمل الحاجات اللي بقولكوا عليها دي. احط حاجة حلوة حصلت لي، اجزاء من كتب انا بقراها، اخد مقطع كده احطه للناس تستفاد. يعني لو حد حابب يجيب الكتاب يقرا حتى، يبقى بيشاركني قراية الكتاب. دعاء حلو، اغنية، فيديو من فيديوهاتي، حاجات كده. ما بحطش انا ابدا حاجات كئيبة. مهما بكون متضايقة بحاول على قد ما اقدر بحطش حاجات كئيبة خالص يعني. خلينا نختلف بذوق وتحضر، خلينا نحب الخير لبعض، خلينا ايجابيين. واكيد في ناس عندهم نفس رأيي، وانا ممكن اكون عبرت عن رأيهم النهاردة، وممكن ناس تانية يبقى شايفة ان انا بخرف يعني، وانه شايفة انا الدنيا وردي شوية او حلوة قوي ومفيش اي مشاكل. لا، الدنيا فيها مشاكل وفيها الحلو وفيها الوحش. كل واحد بقى يشوف هو عايز يشوف الدنيا ازاي ويشوفها. عايز تشوفها وحشة هتشوفها وحش، وهتشوف كل حاجة كئيبة وبايخة ونكد وكل حاجة. وطبعا يا بخت الناس اللي ما عندهاش فيسبوك، يعني ما شاء الله لانه اعتقد هيبقى بالهم مرتاح شوية، يبقوا مركزين بس على حياتهم الشخصية وانجازاتهم هم، وبيعافروا بقى في حياتهم مع نفسهم. ربنا يوفقنا جميعا ويسعدنا جميعا. وانا بحبكم جدا، وعايزة بجد نفسي كل حد فينا يبقى حياته كويسة وفيها جانب سعيد ومضيء، وربنا يكتب لنا الخير كلنا وراحة البال والسعادة. ومتشكرة لمتابعتكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات جاية قريب. مع السلامة.